اللي نفس برجك يقولها لك من زمان جدا. دي ممكن تغير حياتك. لو في جملة واحدة بس هتغيرها، تفتكر هي ايه؟ ولو في سر بسيط ممكن يخلي يومك اسهل، علاقتك احلى، حلمك اقرب، تفتكر برجك هيقولك ايه؟ النهاردة هنتكلم عن صفاتك، لا توقعات ولا حظ في الحب. النهاردة هقولك نصيحتك الذهبية، الكلمة اللي نفس برجك يقولها لك من زمان جدا، بس يمكن انت ما كنتش واخد بالك. كل برج فينا عنده نقطة ضعف، وحاجة بسيطة كده لو عرف بس ايه هي ممكن تغير حياته 180 درجة. وفي الفيديو ده هتسمع النصيحة اللي بتدق كده وبتخبط على بابك علشان خاطر تفتح لها وتقفل باب تاني كان بيستنزفك من غير ما تحس. مش مهم ابدا برجك ايه، مهم قوي انك انت تسمع الكلام للاخر، لان النصيحة دي ليك انت مخصوص، وممكن تكون هي دي اللحظة علشان تاخد خطوة تغيير او حتى تفهم نفسك اكتر بكتير من الوقت اللي فات. مستعد تسمع الرسالة اللي ممكن تغير كل حاجة؟ خلينا نبدأ. برج الدلو ذكي ومحبوب ومنفتح، علشان كده ما تخليش ابدا الجانب بتاعك والموهبة بتاعتك مختصرة في جنب واحد بس. حاول انك انت تشوف كل جوانب الحياة، وانك تستفيد وتتعلم وتسمع الاخرين، علشان خاطر ده هيخليك اكتر خبرة ونضج. وكمان حاول انك انت تهتم بصحتك، وابعد عن اي حاجة سلبية تستنزف صحتك. وعلى فكرة مش لازم ابدا تكون دايما مختلف، اوقات العادي بيكون مريح وناجح اكتر من ما تتخيل. اما بقى برج الحوت، حاول انك انت تعيش في الواقع وتبعد دايما عن العالم الخيالي بتاعك، وتتخلص بقى من الافكار الوهمية اللي انت للاسف مقتنع بيها، لا ده انت كمان مصدقها. حاول انك انت يكون عندك عزم وقوة وتصميم انك توصل للهدف بتاعك، وتصدق كمان ان النجاح دايما محتاج لسعي وجهد، وواجه الحقيقة مهما كانت قاسية. على فكرة الهروب مش هيحل أي حاجة، بس المواجهة ممكن تفتح ليك باب جديد. برج الميزان، اتحرر من أفكارك وثقتك، وخلي عندك قدرة وتخلص من التردد، وبطل خوف علشان ده بيأثر قوي على طريقك ونجاحك، هيضيع عليك فرص كتير جدا. انت اصلا من الابراج الرومانسيه والحساسه، علشان كده ما تترددش ابدا انك انت تظهر مشاعرك او انك تعبر عنها لشريك حياتك. واوعى تتخلى عن العفويه اللي عندك، وخليك دايما محتفظ بشخصيتك الجريئه. واوعى تتنازل عشان خاطر ترضي اي حد علشان هتندم قوي. وخليك حاسم، مش لازم تراضي الكل، قرار واحد بس صح افضل بكتير من محاولة ارضاء الناس. برج العقرب، حاول انك انت تسامح الناس اللي سببت لك اساءة، لان ده هيخليك تحس بالامان والطمأنينة وراحة البال. وحاول بقى تشوف الصفات الايجابية في الاخرين بدل من انك دايما بتركز على السلبيات اللي عندهم، وده اللي ممكن يخليك قادر تتأقلم معاهم كلهم. وسيب بقى اللي فات يعدي، مش كل حاجة مستاهلة تخليها في قلبك، اوقات النسيان بيبقى عليك. برج الجدي، انفتح على المجتمع وتعلم حاجات جديدة علشان خاطر تعرف تنمي مهاراتك وتطور من نفسك، وخصص شوية وقت لعيلتك علشان الدنيا مش شغل وبس. وعبر بقى عن مشاعرك، دي مش حاجة أبدا تقلل منك قدام الجميع، بالعكس دي هتخليك أكتر مرونة. يعني افصل شوية، مش كل حاجة بقى شغل وطموح. نفسك محتاجة راحة علشان خاطر تعرف تكمل الطريق الطويل اللي قدامك. برج الأسد هو من الأبراج اللي عندها شخصية قوية جدا، ودايما لو قلنا الأسد هنقول دايما إن هو بيحب يكون في القيادة، بس في حاجة ناقصاه، إن هو للأسف مش مرن خالص في التعامل مع الناس، وللأسف مش بيحس باحتياجات ورغبة الآخرين. فراعي ده شوية وانت بتتعامل معاهم، وما تشوفش الأمور بنظرة سطحية. ما هو مش لازم كل مرة تكون انت اللي في الصورة، أوقات القوة الحقيقية في انك تسيب حد تاني هو اللي يلمع شوية. برج العذراء، ارحم نفسك شوية من النقد. حاول بقى انك انت تبطل انتقادات للآخرين او تقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، وخليك عارف ان مفيش حاجة كاملة ولا مثالية، وانك على طول بتدور على الكمال، ودي حاجة هتخلي حياتك مش سعيدة على طول. حاول تتحرر وتعبر عن مشاعرك وتظهر رومانسيتك للآخرين. وعلى فكرة ده مش ضعف خالص، بالعكس ده هيزيد من جمال شخصيتك. وافتكر ان العيب البسيط هو اللي بيدي للحاجات طعم. برج الحمل، اهدى شوية وبطل عصبية وانفعالات، وحاول تعمل ضبط للنفس خصوصا في المواقف الصعبة. انت مش لازم تكسب كل حاجة في نفس اللحظة، اوقات الهدوء بيجيب نتيجة أفضل بكتير قوي من الهجوم. وحاول إنك أنت تظهر وتعبر عن مشاعرك، وده ساعتها على فكرة هيخليك تبان إنك أنت قوي. وخد بالك من ثقتك الزايدة في الآخرين علشان خاطر ما يخيبوش أملك في الآخر. برج الثور، حاول إنك أنت تثق بنفسك وبقدراتك شوية، خليك مؤمن بيها. أنت شخص موهوب قادر إنك أنت تعمل المستحيل. لازم تحارب
تحارب الشك اللي جواك، لان ده لوحده قادر ان هو يخليك تعيش على طول في قلق. سيطر بقى شوية على عصبيتك وغضبك، وسيب شوية مساحة للتعبير. مش كل حاجة هتفضل ثابتة زي ما هي كده وانت بتحب. المرونة مش ضعف أبدا، دي قوة. برج الجوزاء، ركز بقى على حاجة واحدة بس، مش لازم تعمل 100 حاجة في نفس الوقت. السر في الإنجاز والتركيز مش التعدد. واحسم أمرك علشان خاطر الفرص الكويسة مش هتستنى كتير. برج السرطان، بلاش تبالغ في حماية نفسك. مش كل حاجة جاية تجرحك، في ناس تستاهل انك انت تثق فيهم وتخلص من الخجل، ودوس في العالم اللي حواليك وانسجم معاهم، وخليك جريء وشجاع، وواثق في التعبير عن نفسك وعن أفكارك ومشاعرك اللي جواك، علشان خاطر ده هيخليك إيجابي ومنفتح. وتخلص بقى من التشاؤم اللي عندك ده، وخليك مؤمن ان أي حاجة ممكن تحصل مهما كانت مستحيلة. برج القوس، القوس ده عفوي وبسيط ومحبوب، بس حاول انك انت تتخلص من عصبيتك شوية، خصوصا وقت الغضب، ودقق وركز في قراراتك قبل ما تاخدها، علشان خاطر الاندفاع ممكن يسبب شوية مشاكل. وخد شوية حاجات بجدية، ومش كل تجربة ومغامرة جديدة لازم تاخدها. أوقات الاستقرار مطلوب علشان خاطر تقدر تنطلق شوية بعد كده أكتر بكتير. يعني خد استراحة محارب. شفت كل برج عنده رسالة ونصيحة، لو ركزت فيها ممكن تغير يومك ويمكن حياتك كلها. بس السؤال، هتسمع النصيحة ولا هتكمل زي ما انت؟ استنوني الفيديو الجاي، لسه عندنا أسرار كتيرة جدا عن الأبراج. باي.